المادة 20 كلمة، المادة 20 كلمة، المادة 20 كلمة. قُل لي بقى كده كام مرّة حاولت تفتح العقد وعشان خاطر تطلّع مادة أو تطلّع condition أو تطلّع شرط أو عشان خاطر تحاول تشوف إيه ترجع للعقد في أي مشكلة عندك أو أي حاجة أنت كنت بتدوّر عليها عشان بينك وبين الاستشاري أو المالك مشكلة. كام مرّة قعدت ساعتين و3 و4 ساعات بتحاول تطلّع المادة دي أو تحاول تشوف الrisk اللي موجود عندك عشان خاطر تعمل له corrective action وخدت وقت 4 ساعات و5 ساعات وساعتين و3 ساعات أو جِبت 2، 3 مهندسين يدوّروا لك عليها في العقد. أكيد كتير، أكيد كتير زي ما كُنّا بنقعد ندوّر على العقود وزي ما كُنّا بنقعد ندوّر وبنقعد بالساعات. أنت كمدير مشروع أو أنت كمهندس عقود أو أنت كمهندس مكتب فني أو أنت كمهندس عامةً، أكيد ما عندكش رفاهية الوقت الكبير ده عشان تقعد تدوّر على كل نقطة في العقد وكل جزء في العقد، خصوصًا إن العقود بتاعتنا بتاعة الconstruction بتبقى عقود زحمة وفيها كمية ورق وكمية conditions كتير. تعالوا بقى نجرّب على البابا بتاع العقود. دلوقتي أنا هاجرّب أقلب لكم الFIDIC 99 خلاص، هاخلّيه دلوقتي podcast ما بين 2 قاعدين بيكلموا بعض، هيحكوا لنا إيه حكاية الFIDIC 99 وإحنا قاعدين نسمعهم. هنفتح زي ما أنتم شايفين كده notebook LM خلاص، وهو النسخة مجانية، في نسخة مجانية أنا بس عشان مشترك معاكم، لكن هو مجاني أنت تقدر تجرّبه. هنعمل create new notebook، هنفتح كده بالمنظر ده، هيطلب منا إن إحنا نعمل هنا drop file خلاص، هنعمل upload file، هندوس على upload file. أنا هاروح أجيب الFIDIC 99 النوتة اللي عندي تمام، وبعدين نرفعها ونبتدي نشوف السحر بتاع الAI ممكن يعمل إيه. هناخد أهو آدي الfolder الPDF، هندوس open خلاص، هيبتدي هو يحمّل الكتاب زي ما إحنا شايفين. هنا الكتاب اتحمّل أهو، وده هو حتى هو مدّينا كده إيه، بيقول يعني مدّيني ملخص عن الكتاب. هاخش على اليمين كده هالاقي حاجة اسمها audio overview، هادوس عليها بالمنظر ده كده تمام. طبعًا أنا عايز أخلّي بقى اللغة عربية عشان أعرف أسمعه في العربية وأنا ماشي براحتي، لو أنت عايز إيه توجع دماغك بالEnglish هتقوم نازل تحت كده خلاص، هننزل ندوّر على اللغة العربية. وهنا بقى من مميزات بقى بُص الحاجات المرعبة بقى اللي أنت هتنبسط منها، العربية العامية المصرية، يعني هتلاقي كمان اللغة بتاعتنا موجودة جواها. وهندوس كلمة generate وهنسيبه بقى هو قدامنا هنا يحمّل generate audio overview. ظهر قدامنا هنا أهو زي ما إحنا شايفين، دي زي ما هو أهو كاتب لك أهو قواعد اللعبة وتوزيع المخاطر في كتاب الأرض. هو هنا عمل لي podcast ما بين 2 بيشرح كتاب الFIDIC 99. تعالَ نسمع بقى النتيجة اللي طلعت بتقول إيه، ركّزوا بقى معايا واتفرّجوا على الحلاوة اللي طلعت من notebook القلم. أهلا بيكم في تحليل جديد لمجموعة مصادر مهمة. النهاردة قدامنا وثائق ممكن تبان من بره إنها جافة جدا ومعقدة ومملة كمان. ويمكن مملة بالظبط. بنتكلم عن شروط عقد الإنشاءات أو اللي الكل يعرفه باسم الكتاب الأحمر بتاع فيديك. كده بُصّوا زي ما أنتم سامعين أهُم اتنين بيكلّموا بعض، يعملوا podcast، طبعًا هُم هيكمّلوا وهيحكوا لنا بقية الكلام اللي موجود في العقد. بس استنى، هو أنا هاقعد أسمع كل الكلام اللي هُم هيقولوه كل الconditions بتاعة الFIDIC؟ لأ، ده أنا ممكن كمان هاعمل حاجة أو هي أصيع كمان من اللي إحنا عملناه ده. هنفتح تاني audio overview خلاص، وهنجيب هنا على اللغة العامية زي ما كنا عملنا المرّة اللي فاتت تمام، لإن أنا دلوقتي عايز أركّز، وهاجيب اللغة العامية المصرية وهاجي هنا why should I host focus on this episode خلاص، هتقول له إيه، هاروح عامل حاط الإيه، الأمر ده، هاقول له dive into clause 20 claims focus especially on 28 day time for in sub clause 20.1 and fatal consequence for the contract if missed. خلاص يبقى أنا كده كمان ركّزت له، لا ده أنا مش عايزك تقعد كده كلّه، أنا عايزك إيه، كلّمني عن الحتّة دي بس، وهاعمل له generate واستنى أسمع العظمة بقى اللي هتطلع. دلوقتي أنا وجّهته إن هو بس يركّز على الclose بتاع 20.1 تمام، ويطلّع لي الvoice زي ما إحنا شايفين كده، هاسمّعكم منّه جزء. تعالوا كده نستمتع كده ونسمع، نشوف ممكن نسمع إيه أو هيقول لنا إيه على الclose 20.1. يالّا بينا، جهّزوا نفسكم. 99. مهمتنا النهاردة إننا نفهم واحدة من أخطر المواد وأهمها بالنسبة للمقاول، المادة 20 الخاصة بالمطالبات وتحديداً البند الفرعي 20.1. السؤال هو إزاي مهلة 28 يوم بس ممكن تحدد مصير مطالبة بملايين الدولارات، يا تتقبل يا تترفض بالكامل. الموضوع ده فعلا في صميم إدارة العقود،
يعني إحنا مش بنتكلم عن تفصيلة قانونية صغيرة أو حاجة نظرية. طيب شُفتوا بقى؟ الزتونة، هُم دلوقتي قاعدين أهُم جايب لك podcast بين 2 بيدردشوا معاك وبيناقشوا معاك وبيقولوا لك إيه المشاكل اللي ممكن تحصل لك في clause 20.1. أنت هتاخد الvoice ده تنزّله على الفلاشة بتاعتك وتحطه في عربيتك خلاص، أو تنزّله على الموبايل وتشغّله بالبلوتوث على العربية، وهتسمع كل تفصيلة بدل ما كنا بنقعد نسهر الليالي ونقعد في الأيام نقرا في العقود ونقرا حرف، حرف عشان نخاف يكون عدّانا حاجة. بصراحة يا جماعة يعني أنا شايف إن ده تطوّر مرعب، وزي ما قُلت لكم قبل كده أنا مش باقول لك خلّي الAI يستبدلك، أنا باقول لك استخدمه عشان يenhance وعشان يطوّر من شغلك ويخلّيك في حتّة أنت تبقى أحسن من كل الناس اللي حواليك، لإن هو ده اللي جاي، مش هينفع نخرج برّه الmarket ومش هينفع نخرج برّه السوق ونقعد نشتغل بالنظام القديم وبالنظام العقيم. إيه بقى التطبيقات العملية للمهندس ذكي؟ أول حاجة كراسة الشروط عبقري، حوّل المواصفات المملة لبودكاست واسمعها بدل الراديو وأنت سايق الموقع. أدي أول حاجة أنت تستفاد بيها، إن أنت النهارده لو عندك أي document طويل وممل ممكن تاخده تحطه على notebook قلم، وفي الحالة دي أنت هتلاقي نفسك بتسمعه في العربية، حاطط سماعات في ودنك وأنت قاعد بالليل، أي حاجة هتسمعه ومن غير ما تقعد تقرا وتضيّع وقتك في القراية، لإن الناس دي هتلخّص لك وهتعمل لك podcast كده لطيف هتلاقي نفسك بتسمعه زي ما أنت تقعد تتفرج على reels أو بتفتح فيسبوك أو بتفتح أي social media. تاني حاجة الflashback للاجتماعات الminutes of meeting، اسمع ملخص محاضرة الاجتماع اللي فات في دقيقتين قبل ما تدخل الاجتماع الجديد، دي هتخلّيك متميز، أنت حضرت 3، 4 اجتماعات قبل كده ممكن تاخدهم ترفعهم على notebook أقلام وتخلّيه يعمل لك بيهم podcast وأنت رايح في الطريق للاجتماع الجديد تكون سمعت الM1 بحيث إن أنت لمّا تخش تبقى معاك feedback عن كل اللي فات وتبقى سابق الناس اللي حواليك بخطوة. تالت حاجة اختصار الأكواد المعقدة زي الACI والSTM، استخراج اشتراطات التنفيذ أو الاختبارات من وسط مئات الصفحات في ثواني. أنت النهارده لو أنت مثلًا إيه في الكود عايز الكود، لو جبت نسخة PDF للكود ونزّلتها الكود مثلًا أي حاجة كود الخرسانة، كود التشطيبات، كود الlandscape، ونزّلت الnotebook الأقلام وقُلت له مثلًا أنا عايزك تطلّع لي الجزء اللي بيتكلم عن كذا، بدل ما أقعد أدوّر في كود 600 صفحة والّا 500 صفحة والّا 400 صفحة، الراجل ده هيعمل لي podcast كده يدردش معايا ويقول لي إيه التفاصيل اللي أنا ممكن أخلّي بالي منها، مش بس هيقرا لي، لأ ده هيقول لي كمان إيه التفاصيل اللي أنا أخلّي بالي منها. لمّا تكون أنت بتفكّر بالطريقة دي وبتشتغل بالطريقة دي أكيد، أكيد، أكيد أنت هتبقى مهندس سابق بخطوة. وعشان عارف إن أنت عايز تطبّق الكلام ده النهارده وما فيش وقت للتجربة والخطأ، أنا جهّزت لك الملف ده، ملف PDF الخلاصة وسميته دليل المهندس لnotebook LM. إيه اللي جوّه الملف ده؟ حاجتين هُم الأهم لكل مهندس، خطوات عملية عشان تعمل البودكاست بتاعك لأي عقد عندك أو أي document عندك في 5 دقايق، أفضل أنواع الملفات أو الصيغ اللي تستخدمها عشان تضمن إن الAI ما يعملش أي hallucination تخريف أو تأليف ويطلّع لك معلومات غلط. عايز نسختك المجانية الموضوع سهل، اكتب كلمة بودكاست في الكومنتات وجنبها الإيميل بتاعك وهييجي لك نسخة مجانية على الإيميل. الملف ده مفيد جدًا وهيفيدك وبالتالي نشوف إبداعاتكم. وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان أقدر أعمل فيديوهات أكتر مجانية أكتر وتستفادوا منها أكتر، وما تنسوش إن أنتم تعملوا tag لأصحابكم وتعملوا share لأصحابكم المهندسين اللي عايزين يستفيدوا ويدخّلوا الAI في شغلهم. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.